صباح الفل يا باشا. هو الباشا باشا زي سعادتك ولا سواق عادي يعني؟ حط دي على عينيك. ايه دي سعادتك؟ حاضر. يا سلام، منورين يا بهوات. اتفضل. هو انا مقبوض عليا ولا ايه يا باشا؟ دي احتياطات امنيه. طب امنيه هو الباشا ما قالكوش ان انا معاكم مش ضدكم ولا ايه؟ لا. لا. والمصحف ما قالكم؟ لا. قال لنا. وقعت قلبي يا باشا. وطالما قال لكم يعني ده استقبال تستقبلوه لي. حاسب تقع بس. ما ينفعش كده يا باشا. الحاجات دي ما فيهاش هزار، فيها اعدام. ودي اهم حاجه لازم تاخد بالك منها. الغلطه في شغلانتنا اعدام. طب بذمتك يا باشا، دي جمله تقال لواحد لسه بيقول يا هادي؟ دي اول حاجه لازم تعرفها، ولازم تفضل قدام عينيك طول الوقت علشان ما تغلطش. هو ايه المكان ده سعادتك؟ ده المكان اللي هنجهزك فيه علشان تكون عمر اللي نفسك فيه واللي البلد هتفتخر بيه. حكاية انكم شغالين في مركز دراسات استراتيجية قالوا متخصصين في احوال العرب والشرق الاوسط، ده كلام اهبل. انا عديت في الاستئمان ده بمزاجي، اللي انا احلف لك 100 يمين انه ما اسموش سليمان، وعليهم 250 يمين عشان خاطر عينيك الزرقاء دي ان انت ما اسمكش بيتر. بص يا سيدي، انا عارف انكم اسرائيليين لقوا شغالين مع الموساد وعايزين تجندوني عشان اشتغل معاكم. انا موافق، بس نتفق. قول لي سهيل عامل معاك ايه؟ الحمد لله، يعني بشتغل يوم و10 لا. يلا معلش. طب والقبض ايه، بتاخده في ميعاد ولا ايه؟ ساعات مش قوي بقى، على حسب. شد يا عمنا وادعي لي. عاوز واحد شاورما. يعني يا عم سالم مش كنت جيت اشتغلت معايا احسن من قعدتك اللي ملهاش 30,000 لازمه دي؟ لا يا عم الحمد لله، ربنا فرجها من واسع والاشياء بقت معنا. فرجها ازاي؟ من فتره كده انت بس اللي اختفيت. سبوبه كان عنده سبوبه في ميكانوس. صباح الفل يا عم دمنهوري. ماشي يا عم، ربنا يزيدك. طب تدعي له كمان؟ امال عايزني اسبله؟ والله المفروض تدعي عليه، ده بيستغل حاجة الناس ويشغلها بتراب الفلوس. يا عم سيبك منه. المهم انت الواد اخوك خلص جيش ولا لسه؟ اشمعنى يعني؟ بعدين انت ايه اللي فكرك بيه اساسا؟ لا كنت بشوف لو عايز واسطه ادلعه وبتاع. وانت اشتغلت في وزارة الدفاع ولا مندوب مبيعات ولا ايه؟ انت قلت لي هو في سلاح ايه؟ القوات الجوية. اكيد بيحكي لداني عن الشيخ حسني اللي كان قاعد معاه على القهوه. مين الشيخ حسني ده يا باشا؟ ده واحد بيشتغل في سوبر ماركت يملكه واحد عراقي اسمه سهيل. هو ما فيش صوت ليه؟ هو انت فاكر ان احنا بنعرف نسجل كل حاجه ولا ايه؟ انا بس بعرفك انت رايح فين وداخل على ايه. مين الواد ابن الكلب ده يا باشا؟ سالم الحسيني درويش، مولود في قريه صغيره جنب ميت غمر، محافظه الدقهليه. بدانا مراقبته بعد المعلومات اللي وصلت لنا عنه من حوالي سنه تقريبا.
تحديدا فبراير 97. ناهد الحسيني درويش، أخت سالم، آخر العنقود، وبنت على ولدين، تالتة ثانوي السنة دي. أمال عبد المؤمن، أم سالم، ست طيبة ما وراهاش حاجة غير بيتها وولادها. الحسيني درويش، أبو سالم، مدير الجمعية الزراعية في البلد عندهم، ومسؤول عن توريد السماد والكيماوي لكام قرية تانية في زمام الجمعية، وده من الناس اللي بيقولوا عليهم بتوع ربنا. ولما هو ابن ناس طيبين كده يا باشا، امال طلع وسخ كده لمين؟ أنا مش هقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد ولا صوابعك مش زي بعضها. حتى كمان الإخوات يا عمر مش بالضرورة يبقوا كربونة من بعض. كل واحد بيختار حياته اللي يعيشها على قد طموحاته. وطموحات سالم كانت أكبر كتير من إمكانياته. ازاي يعني يا باشا؟ سالم أساساً خريج كلية حقوق جامعة اسكندرية. يعني معاه مؤهل يا باشا؟ اشتغل 3 سنين في مكتب محامي في المنصورة تحت التمرين. ولما تودك في الشغلانة كويس بدأ يعمل الشغل لحسابه من ورا الراجل اللي كان شغال معاه. ايه ده يا باشا؟ ده بدأ الوطيانة بدري قوي. زور ورق حتة أرض وباعها لصالح واحد تاجر أراضي اللي باعها لواحد تاني على إنها أرضه. كانوا فاكرين إن الأرض دي محدش هياخد باله منها. إنما لما الحكومة لقت إن حد حط إيده على الأرض وبدأ يحفر ويبني فيها، الحكاية انكشفت. سافر سالم قبل حكم المحكمة ما يطلع وطلع على قبرص، وهناك اشتغل في مطعم زيه زي أي مصري مغترب بيدور على لقمة العيش. لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش. سالم كان بيسرق من مخزن المطعم وكان بيبيع لحسابه. اتكشف واتطرد من هناك بفضيحة وخرج من قبرص على إيطاليا. وقبل الفلوس اللي طلع بيها من قبرص ما تخلص اشتغل في معرض عربيات في إيطاليا وبدأت تبان له كرامة في الشغل. بس سالم كان مستني أي رسالة تجيله من مصر بخصوص سقوط الحكم، عشان كان نفسه يرجع تاني مصر. وفعلا رجع مصر. بس مصر ما كانتش فاتحة ايديها لسالم، خصوصا انه اتمنع من ممارسة مهنة المحاماة، وكانت سمعته سابقاه في كل مكاتب المحامين اللي كان بيتمنى يشتغل معاهم او عندهم. لحد ما اتفاجئ سالم بعبد الله الورداني، الشاب السوداني اللي كان بيورد لحمة سوداني للمطعم اللي كان شغال فيه سالم في قبرص. لقاه قدامه في مصر وعرض عليه انه يشتغل معاه في السودان. ده طبعا لانهم كانوا صحاب جدا ايام الغربة. استغل سالم علاقاته في قبرص وبدأ يبعت لحوم من السودان للمطاعم دي علشان يقدر يدبر فلوس يعيش بيها في السودان. بس واضح ان العيشة ما كانتش على هواه. حلمه كان اوروبا، او تقدر تقول ما كانش هاضم اللقمة الحلال وكان ليه شوق للحرام. وفعلا ساب السودان وطلع على اليونان، وزي ما انت شفت. طب عدم المؤاخذة يعني يا باشا، انتوا مستنيين ايه؟ ما تجيبوه من قفاه. بالبساطة دي؟ الله، مش مخابرات؟ اديكوا طايلة يعني. ما هو علشان ايدينا طايلة هنسيبه. ليه؟ أولاً عشان نعرف كل أعضاء محطة الموساد في أتينا. ثانياً علشان نعرف هو جند مين الفترة اللي فاتت. ثالثاً علشان نعرف لو للموساد شبكة هنا في مصر. ايوه يا باشا، وهتعرف كل ده ازاي يعني؟ ما هو ده دورك يا عمر.